لو انت عايز تبتدي في التسويق بالعموله بس مش عارف تبدا منين او تبتدي في انهي موقع، ومش عايز تدخل نفسك بقى مع المقارنه مع المنصات اللي بره اللي هي المنافسه فيها شرسه زي امازون وكليك بانك وعلي بابا والحاجات دي كلها، فانا عايز اقول لك ان دلوقتي وفي بلدك بقت في مواقع تسويق بالعموله كتيره جدا عربيه ممكن تبتدي بيها، والميزه فيها ان اسعارها رخيصه طبعا مقارنه باللي بره، واهم ميزه بقى ان المنافسه فيها بسيطه جدا ومش عاليه، عشان اصلا في ناس كتيره جدا منكم لو انا قلت لكم على اسامي المواقع دي دلوقتي انتوا اصلا مش تعرفوها، لكن المواقع دي بدات تنتشر وبقت في ناس كتيره جدا بتعتمد عليها كمصدر دخل ان هم يسوقوا للمنتجات بتاعتها. والنهارده بقى ده الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه. اهلا بيكم في قناه اي مكاوي، انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. النهارده بقى احنا جايين نتكلم على ايه افضل 5 منصات تسويق بالعموله عربيه ممكن تشتغل معاها، وطبعا افضل ده بالنسبه لوجهه نظر انا، يعني طبعا في منصات تانية موجوده لكن دول اكتر منصات اللي في منها انا اتعاملت معاها بشكل شخصي، وفي منصات تانية اللي بسمع عنها والريفيو بتاع الناس عنها قوي جدا، فعشان كده انا جمعت الخمسه دول من وجهه نظري، وكمان في الفيديو هنوضح ايه الدول اللي شغاله فيها كل منصه من الخمسه دول، وكمان في اخر الفيديو هعلمك ازاي تعمل اوردر، وهعلمك ازاي تسوق للمنتج ده بفيديو احترافي قوي جدا على السوشيال ميديا، وهوضح لك برضو اهم نقطه تهمك انت. انا عارف ان انت ازاي هتستلم فلوسك لو جبت عميل واشترى المنتج، والفلوس لما تجيلك دي هتتحول لك على ايه، وكل القصه دي كلها هنتكلم عنها. وطبعا انت اكيد عارف ان طبيعه مواقع التسويق بالعموله ان هي اللي بتاخد المنتج من المورد، وهي اللي بتشحنه للعميل، وهي اللي بتستلم الفلوس من العميل، وبعد كده بتحول لك بقى النسبه بتاعه عمولتك، وطبعا بتحول لك نسبه عمولتك على الطريقه اللي تناسبك، سواء بقى حساب بنكي، سواء محفظه، سواء باي بال، ايا كان يعني. وطبعا دلوقتي اهم حاجه وقبل ما نبتدي نتكلم على الخمس مواقع دول، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتنضموا لجروب التليجرام بتاعنا، عشان بجد هيفوتكم كتير قوي لو ما دخلتوش على الجروب ده، ولينك الجروب هنسيبه لكم في الديسكربشن تحت. ويلا بينا بقى دلوقتي نتكلم على افضل 5 منصات تسويق بالعموله من وجهه نظري. واول منصه هنتكلم عليها وهي منصه جامايكا، ومنصه جامايكا شغاله في السعوديه والامارات، وهي من احسن المنصات اللي بتهتم جدا بموضوع جوده المنتجات والتوصيل للعميل، هي احسن واحده فيهم. وبرضه هي من اكتر المواقع اللي بتهتم جدا بخدمه ما بعد البيع لو في حصل عندك مشكله او المنتج فيه مشكله او كده. وهو اي نعم الموقع مفيش فيه منتجات كتيره قوي يعني زي مثلا امازون او كده، المنتجات فيه يعني معدوده مش كبيره قوي، بس الفكره ان الكواليتي بتاعتها حلوه وموقع تراستد جدا، والميزه كمان ان الاسعار بتاعتهم كويسه مش غاليه. الموقع التاني اللي هنتكلم عليه بقى هو موقع تاجر. موقع تاجر هو متاح الشحن فيه لمصر والسعودية والإمارات والعراق، وميزة بقى المنصة دي إنها بتدعم دول عربية كتير، 4 دول مرة واحدة، ولو دخلت على تاجر هتلاقي فيه منتجات كتيرة جدا ممكن تشتغل عليها، والأسعار بتاعتها برضو كويسة. وأكبر ميزة موجودة في تاجر إن مفيش حد أدنى لسحب الأرباح. والمنصة الثالثة بقى اللي معانا هي منصة فيندور أفيليت، وبصراحة بقى فيندور أفيليت أنا جربتها بقى بالذات تجربة شخصية، وهي من أكتر المنصات اللي فيها بضاعة كتيرة جدا بكل الأشكال وكل الانواع، وكمان الجوده بتاعت البضاعه بتاعتها كويسه جدا عشان هما بيتعاملوا مع مصانع تراستد قوي، وليهم جروب على الفيسبوك ممكن تخش عليه، والجروب ده هيساعدك يعني في اي خطوه ممكن تقف معاك او تكلم الدعم. لكن للاسف منصه فيندور افيليت هي متاح فيها الشحن لمصر بس، واسعارهم كويسه جدا وممكن تطلع بعموله كويسه من وراهم. وكمان الميزه ان نادرا ما تلاقي منتج عندهم اوت اوف ستوك او خلصان او كده، دايما المنتجات بتتجدد عندهم. وانا كنت عامل فيديو عن فيندور افيليت قبل كده وازاي تسجل عليه وازاي تعمل الاوردر والكلام ده كله، وهنسيبه لك تحت في الديسكربشن. والفيديو ده كان شرح الموضوع كله من الاول للاخر، وكنت عامل فيه فيندور افيليت بس. والموقع الرابع بقى اللي هنتكلم عليه هو موقع انجزني، هو اسم الموقع كده، وهو موقع بيهتم جدا باللبس والفاشن والاوتفيتس والحاجات دي كلها، فانت لو عايز تسوق بالعموله لحاجات تخص الهدوم والفاشن وكده فانجزني هو احسن حاجه ممكن تلجأ ليها. وكمان الميزه بتاعته ان الاسعار بتاعته كويسه مش مبالغ فيها. والموقع الخامس اللي معانا النهارده بقى وهو موقع علي اكسبريس، وطبعا عارف انك هتقول لي ده موقع صيني يا عم، مش موقع مصري ولا عربي ولا اي حاجه، لكن عايز اقول لك برغم ان هو موقع صيني فهو موقع شغال جامد جدا في الخليج، وده لسبب ان اسعاره رخيصه جدا مقارنه بالمواقع اللي زيه اللي بره، وان في منتجات ما تخطرش في بالك، يعني هم بيقولوا ان عدد المنتجات بتاعته 150 مليون منتج، فانت اي حاجه هتخطر في بالك مش هتلاقيها في مواقع التسويق بالعموله العربيه او المصريه دي، فمليون في الميه هتلاقيها في علي اكسبريس. فعشان كده هو شغال بقوه جدا في الخليج،
ودلوقتي طبعا اللي طالع جديد جدا على السوق وبدا ينتشر جدا هو موقع تيمو، لكن طبعا هو لسه ما وصلش لربع الانتشار بتاع علي اكسبريس. وطبعا في ميزه خطيره جدا في علي اكسبريس كمان مقارنه بالمواقع اللي بره دي، انه بيحول لك العموله بتاعتك على البنك بتاعك، يعني مش بتحتاج بقى بنك الكتروني بايونير وباي بال والقصه الطويله دي كلها. وده احد الاسباب اللي بتخلي الناس اصلا ما تبداش في امازون، هو موضوع ازاي هستلم عمولتي لو جبت بيعه. فعشان كده علي اكسبريس انا بشوف ان هو موقع شاطر وقوي جدا، وفي الخليج مش بره كمان، لا هو في الخليج شغال جامد جدا. ولو عايز تعرف بقى تفاصيل اكتر عن علي اكسبريس فانا كنت عملت فيديو كامل شارح علي اكسبريس ده من الاول للاخر، واي خطوه سواء كانت صغيره مشروحه جوه الفيديو ده، وهسيب لك لينك الفيديو ده تحت في الديسكربشن عشان تتفرج عليه. ودلوقتي بقى احنا كده خلاص اتكلمنا على افضل 5 منصات تسوق لمنتجاتهم بالعموله جوه مصر او العالم العربي من وجهه نظري. ودلوقتي بقى هنتكلم ازاي نعمل اوردر لو في عميل طلب مننا المنتج ده وبعت لنا بقى سواء على الايميل او بعت لنا ساب لنا كومنت او دخل كلمنا في الخاص وقال لنا انه عايز يشتري المنتج ده يعني، وازاي نوصل له المنتج ده لحد باب البيت. وازاي برضه هنتكلم دلوقتي ازاي نظبط موضوع الدفع ان احنا نستقبل فلوسنا سواء بقى على المحفظه بتاعتنا او الحساب البنكي بتاعنا. وبعد كده بقى واخر حاجه هنتكلم ازاي اعمل فيديو ترويجي قوي جدا للمنتج ده على السوشيال ميديا في دقيقتين بس. والموقع اللي هناخده دلوقتي كعينه ان احنا ازاي نعمل اوردر منه دلوقتي هو موقع تاجر. وليه اخترنا تاجر؟ عشان تاجر متاح في 4 دول، فناس كتير قوي ممكن تستخدمه سواء من مصر او السعوديه او الامارات او العراق او ناس من بره حتى وهيسوقوا جوه الدول دي. وميزه تاجر كمان اسعار الشحن بتاعته قليله. وعايز اقول لك كل طرق التسجيل بتاعه المواقع دي واحده، وكل طرق عمل الاوردر بتاع اي برودكت برضو واحده، فما تقلقش يعني انت لو استخدمت موقع واحد بس تعرف تستخدم الباقي كلهم. لو احنا دلوقتي بقى عايزين نسجل على موقع تاجر عشان نعمل اوردر، وطبعا بيبقى طريقه التسجيل في المواقع كلها نفس الطريقه، بيبقى الشكل بتاعها مختلف بس لكن الكلام بيبقى كله ثابت. هنروح ندوس اول حاجه على التاجر معانا الان، وبعد كده هنسجل عن طريق جوجل. بعد كده بيجي يقول لك دخل الرقم من الموبايل بتاعك فبتدخله، وبعد كده بقى دلوقتي بيقول لك هيبعت لك رساله على الموبايل بتاعك، وبعد ما هندخل الكود دلوقتي هيقول لك تم التوثيق وهتدوس على استمرار. بعد كده بتدخل الاسم كامل والجنسيه. بعد كده يجي يسالك ما الذي يصفك بشكل افضل، فهتقول له ان انت مسوق فعلا، وهيقول لك انت اشتغلت في اسواق ايه، هتقول له مصر مثلا، وحجم الطلبات شهريا ممكن تقول له لا اعلم. بعد كده هيجي يسالك هل انت ليك متجر الكتروني، فدي مش هندوس عليها. بعد كده هتدوس على اكمال البيانات، وكده خلاص انت دخلت على تاجر وسجلت، ودلوقتي ممكن تسوق بالعموله لاي منتج. وهنتعلم ازاي دلوقتي بقى نسوق بالعموله لاي منتج. اول حاجه هنا بيجي يقول لك انت عايز تسوق المنتج ده فين، فهتلاقي من فوق هنا شحن الى مصر، السعوديه، الامارات، العراق. فاحنا مثلا هنقول مصر مثلا لو احنا عايزين نستهدف السوق المصري. فدلوقتي مثلا انت هتختار منتج بقى هيعجبك وهتلاقي سعره حلو وكده، فانت هتلاقي مثلا الباور بانك ده مثلا هنفترض ان احنا عايزين نسوق له، فهنروح ندوس عليه لو على الشمال ده. وطبعا بقى ازاي نسوق له ونعمل عنه فيديو ترويجي وباللغه العربيه، ونجيب حاجه زي بلوجر كده بس بالذكاء الاصطناعي هو اللي ازاي يعمله. والطريقه دي كلها كنا عملناها في فيديو قبل كده ازاي نسوق للمنتجات في العالم العربي بتاعنا، وهنسيب لكم الفيديو تحت في الديسكربشن. لكن دلوقتي احنا بنتعلم ازاي نطلب الاوردر اصلا. لو حد عميل جال لنا وقال لنا انا عايز اشتري الباور بانك ده، ازاي هنبعت له الاوردر وازاي ناخد عمولتنا. هنروح ندوس دلوقتي على اطلب الان، وبعد كده هتدخل اسم العميل بالكامل. بعد كده هتدخل رقم التليفون ويدخل الرقم البديل بتاع العميل. بعد كده بيانات الشحن، بتشوف طبعا هو محافظته فين، فاحنا مثلا لو افترضنا بورسعيد مثلا. وهنا بتدخل العنوان بالتفصيل العميل بيديهولك. وهنا بقى بيقول لك انت لما تبيعها ب 310 فبتاخد عموله 10 جنيه بس، فطبعا ده رقم قليل جدا، دي بقى انت بتحددها براحتك. فاحنا مثلا هنكتب ان سعر بيع القطعه مثلا 350 مثلا. وطبعا هنا بقى في لينك صفحه الفيسبوك للعميل، دي مش لازمه. ملاحظات مثلا زي العميل ده ما بيبقاش موجود في البيت بعد الساعه 6 او بعد الساعه 7 او مش عارف اليوم الفلاني مش موجود فيه، دي حاجات يعني اختياريه لو في ظرف معين. بعد كده بقى هتطلع فوق هنا على ملخص الطلب، هيجيب لك هنا بقى سعر المنتج 350 جنيه، صافي الربح بتاعك انت لما المنتج ده يوصل للعميل هيبقى 50 جنيه، سعر الشحن هيبقى 65 جنيه. فاذا كل اللي هيدفعه العميل 415، انت ليك فيهم 50 جنيه اللي هي عمولتك. طبعا دي بقى انت ممكن تختار منتج عالي، منتج قليل، تزود العموله، تقلل العموله، دي بقى براحتك يعني. طب دلوقتي خلاص احنا عرفنا نطلب الاوردر، دلوقتي بقى ازاي هنستلم فلوسنا اصلا؟ هنطلع فوق كده عند اهلا محمود اللي فوق دي، وهنروح على المحفظه. وبعد ما نروح على المحفظه هنفترض هنا مثلا ارباحك الجاهزه مثلا، طبعا دلوقتي هو صفر عشان ده حساب جديد، فلو قلنا مثلا انهم 200 مثلا او 500 هنروح ندوس على سحب الارباح. وهنا بقى بيقول لك المبلغ المراد سحبه، طبعا انت بتقوله، طبعا المبلغ ده بيبقى اللي هو ليك اصلا، فاحنا هنكتب مثلا اللي هو ال 200 جنيه مثلا. وبعد كده بتيجي هنا بتعمل طريقه الدفع، انت عايزهم ايه، فودافون كاش، اورنج كاش، اتصالات كاش، اي حاجه من الحاجات دي.
طبعا دي ميزه الموقع ان هو بيدعم كل المحافظ، وطبعا المحافظ هي اسهل حاجه في التحويل. فهنا مثلا بتختار مثلا فودافون كاش بتاعك مثلا، وبعد كده بتدخل رقم الموبايل بتاعك، وبعد كده بيعمل لك يرسل لك كود عن طريق الموبايل عشان يتاكد ان المحفظه دي بتاعتك. وبعد ما تدخل الكود بتاعك عشان يتاكد ان الحساب ده بتاعك انت ويتاكد كل البيانات وتدوس على تاكيد السحب، فبعد كده بياخد حوالي 5 ايام عمال ما يحول لك الفلوس بتاعتك. ولو عند المحفظه دي ونزلت تحت كده، فهو هنا يجيب لك بقى المعاملات الاخيره، انت عملت كام معامله والسجل بتاعها وكل حاجه. وكده خلاص احنا اتعلمنا ازاي دلوقتي نعمل الاوردر. اللي باقي بقى دلوقتي ازاي نعمل فيديو ترويجي قوي جدا للمنتج ده عشان نحط الفيديو ده على السوشيال ميديا ونحاول نجيب مبيعات للمنتج. وهنا بقى عندك طريقتين، طريقه مجانيه وطريقه مدفوعه، وهسيب لك لينك الفيديوهين تحت سواء الطريقه المجانيه او الطريقه المدفوعه عشان تتفرج عليهم. والطريقه المجانيه كنا اتكلمنا عليها قبل كده، ان انت تركب الصور بتاعه المنتج على كاب كات وتحط عليها فويس اوفر وتعمل انت بقى كل الكلام ده على كاب كات وكده. دي الطريقه الاولانيه. لكن طبعا الطريقه دي عيبها ان كواليتي الفيديو اللي بتطلع بتبقى مش حلوه وبتبقى ضعيفه شويه. والطريقه الثانيه بقى هي طريقه مدفوعه، انك تستخدم موقع توب فيو وتجيب حد شبه البلوجرز او الانفلونسرز كده، ويكونوا عن طريق الذكاء الاصطناعي وهم اللي يشرحوا المنتج. إذا ما عندك شنطة الماجيك فأنت خسران الكثير. شنطة لازم تلازمك كل يوم ولأي مكان، تتوسع وتطوي نفسها بأسلوب ساحر، بقدر تشيل كل اللي تحتاجه ليومك، بتتشال على الكتف بسهولة أو تعلقها في الترولي بإتقان، للجيم، للنادي، للشغل أو السفر، دايما معاك، مصنوعة بخامة عالية الجودة، صيني الصنع، ولا تنسى إنها ووتر بروف يعني ضد الماء تماما، والسعر مفاجأة، وكمان التوصيل مجاني لأي مكان في مصر. لحجز شنطة الماجيك سيب رسالة على الخاص الآن. وطبعا في ناس بتستغل موضوع توب فيو ده، او يا اما مش عارفين يدفعوا بالدولار. الناس اللي يعرفوا طبعا ويعرفوا يشتركوا فيه اكيد يبقى احسن يعني، وهنسيب لكم اللينك تحت. لكن لو في حد مش عايز يدفع اشتراك شهري على فيديو او 2 بس هو عايزهم، او عنده مشكله اصلا في الدفع بالدولار، او معهوش حساب يدفع بيه بالدولار بره، فاحنا عندنا هنا في القناه فعلنا خدمه ان احنا ممكن نصمم لك فيديو على موقع توب فيو اللي انت تختاره، وهو انك تبعت لنا لينك المنتج اللي انت اخترته، وبعد كده تخش على موقع توب فيو وتختار شكل الانفلونسر او البلوجر اللي بالذكاء الاصطناعي اللي عايزه يصمم لك الفيديو ده. ولما بتبعت لنا الحاجتين دول احنا بنصمم الفيديو وبنبعته لك باعلى كواليتي. وعايز اقول لك الكلام ده كله بنعمله باسعار رمزيه جدا، وده عشان نحل مشاكل الناس اللي مش عايز يدفع اشتراك شهري بتاع الموقع كبير على منتج او منتجين بس، او اصلا واحد عنده مشكله بالدفع بالدولار، فكده احنا حلناها لك. وكل طرق التحويل متاحه عندنا. كل اللي عليك بس لو انت مهتم ابعت لنا مسج على جروب التليجرام، وهنسيب لك لينك الجروب في الوصف تحت، واحنا هنبعت لك تفاصيل الخدمه دي كامله بكل تفاصيلها. وكده كده هنسيب لك لينك الفيديوهين تحت سواء انت عايز تعمله بطريقه مجانيه او عايز تعمله بطريقه مدفوعه، المهم ان انت تبتدي بس. وكده خلاص احنا وصلنا لاخر الفيديو واتكلمنا على احسن 5 منصات تسويق بالعموله تقدر تستخدمها في مصر والعالم العربي بتاعنا. ودي طبعا اهم ميزه عشان تستغل ميزه الانتشار اللي موجوده على التيك توك، بما انك مش عارف تعمل حساب امريكي. وده عشان بعد ما بتعمل الفي بي ان وبعد ما بتجيب الرقم امريكي برضو الحساب ممكن يفتح وبعد فتره يقفل، فخلينا نستخدم الحساب التيك توك بتاعنا العادي اللي من بلدنا وخلاص. وكده احنا وضحنا كل حاجه في موضوع تسويق بالعموله ده، من اول التسجيل على الموقع لحد ازاي تختار المنتج، لحد الترويج للمنتج اصلا على السوشيال ميديا سواء بطريقه مجانيه او بطريقه مدفوعه، وازاي تستلم فلوسك لو العميل اشترى، وازاي تحولها على الطريقه المناسبه ليك سواء محفظه بنكيه او محفظه بقى اتصالات او كده، او حتى عن طريق باي بال، المهم الطريقه اللي تريحك يعني. كده خلاص احنا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نكون وضحنا لك كل حاجه. ولو في اي حاجه واقفه معاك ابعت لنا على جروب التليجرام واحنا هنجاوبك على طول، او سيب لنا كومنت تحت. ويا ريت برضو تكتب لنا كومنت تحت الفيديو الجاي عايزه يبقى عن ايه، سواء نتكلم بقى عن التسويق بالعموله او حاجه تخص الذكاء الاصطناعي او حاجه تخص الاي كوميرس عموما، ايا كان يعني. ولو عايزين تتابعونا في كل حاجه فاعملوا لنا فولو على اكونت انستجرام، ولو في اي خطوه واقفه معاكم في اي حاجه فابعتوا لنا مسج على حساب انستجرام بتاعنا. واخيرا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد بفكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.